السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكشف لكم ديانة الطيار المتهم في أحداث مستشفى وسنا المركزي. طبعا احنا عارفين كلنا القصة اللي حصلت ديت ما بين ضابط طيار وأسرته وداخل المستشفى. كانت زوجته حامل وحصل لها نزيف واجهاض وما لقتش اسعافات سريعه في المستشفى، فحصل مشادات وحصل احتجاز ليهم نتيجه ان هم صوروا الموقف وعملوا بث مباشر بيستنجدوا. فامن المستشفى تم احتجاز الاسره، والاسره كان عباره عن زوجة الطيار واخته ووالدته. المهم يعني اتصلوا بالطيار، جه بسرعة لقى الموقف متأزم وزوجته تم إجهاضها نتيجة النزيف وعدم الاهتمام بيها، وفي إهمال، ما فيش دكاترة، ما كانش فيه إلا ممرضين. وطبعا الموضوع ده داخل فيه الطائفية. طبعا في ناس هتقول هو مصر فيها طائفية، أي نعم في طائفية، وطائفية جديدة كمان عايشين فيها من سنة من حوالي 100 سنة، من سنة 28، وهي طائفة الإخوان، وتغلغلهم في جميع المؤسسات وكراهيتهم الكراهية العلنية للقوات المسلحة. وطبعا الموضوع ده معروف، وعلشان كده يعني دلوقتي عاملين حملة شديدة جدا على هذا الضابط الطيار، بالرغم ان هو مظلوم وتم فقد ابنه نتيجة الإهمال. فعاملين عليه حملة شرسة، لأن في طائفية الإخوان بيعتبروا نفسهم هم المسلمين والباقي كفار، فبالتالي بيستحلوا أي حاجة. فأنا كمان يعني من ضمن الحاجات اللي بنبه ليها إن يتم كشف، يعني إن الجهات الأمنية يتم كشف عن انتماء طاقم التمريض وطاقم الدكاترة اللي موجودين في مستشفى وسنا المركزي. بالتأكيد هتلاقيهم معظمهم ينتمي للإخوان، بالتالي احتمال 100% يكون في تعمد في إيذائه، لأن هناك هو الضابط وأسرته من وسنا، وطبعا طاقم التمريض والدكاترة بيبقوا برضه من وسنا، فعارفين بعض، فلاقوا دي فرصة في أنهم يعملوا ينتقموا من هذا الطيار، وخصوصا ان هو ممكن يكون كان بيشترك في عمليات داخل سيناء والعمليات اللي كانت بتحصل ايام احداث سيناء وكده وحتى الان. فدي فرصة ليهم ان هم يردوا صفعتين في ان هم يستغلوا وجود زوجته، وده احتمال كبير جدا يجب جهات الامنية تتوقف عليه وتبحث فيه. المهم ان الطيار اسمه مصطفى حسن احمد، يعني الحمد لله مسلم الديانة.